السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان تدابير الشؤون المنزلية كانت حاجة من ضمن اهتمامات الدولة، وخاصة المؤسسات التعليمية. قبل الشيف الشربيني والشيف أسامة والشيف حسن وعصر السي بي سي سفرة وقنوات الطبخ على التلفزيون واليوتيوب، كان موجود أبلة نظيرة. ودي كنا بنسمعها كتير في البيوت المصرية للبنات اللي داخلين على جواز. هاتيلي الكتاب أبلة نظيرة خليه ينفعك. ستات البيوت زمان ما كانوش بيستغنوا عنها، لأنها كانت المنقذ الوحيد ليهم في وصفات الطهي وعمل أشهى الأكلات، وكانت دايما بتنقذهم في أي عزومة بتتعمل. مين بقى هي أبلة نظيرة وإيه قصتها وإزاي دخلت كل بيت مصري وأصبحت جزء لا يتجزأ من حياة كل سيدة مصرية؟ وده موضوع حلقة النهاردة. قبل أي حاجة ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو أنت على الفيسبوك ياريت تعمل لنا متابعة للصفحة. في القرن العشرين ما كانش فيه أم ولا جدة إلا وعارفة أبلة نظيرة، واللي كان ليها دور كبير جدا في وضع أسس المطبخ والطعام المصري. واحتلت أبلة نظيرة كل بيت مصري بكتابها المشهور اللي بيضمن وصفات لأنواع كتير جدا من الأكلات، علشان تكون صاحبة أول موسوعة عربية في الطبخ ومن أشهر مؤلفي كتب الطهي. اسمها الحقيقي نظيرة نيكول. اتولدت في مصر سنة 1902، وفي وقت ما كانش كتير من البنات بتتعلم كانت نظيرة نيكولا بتدرس التدبير المنزلي في الجامعة. وفي سنة 1926 قررت وزارة المعارف إنها ترسل بعثات في تخصصات كتير لاستكمال دراستهم العلمية، وكان من ضمن التخصصات دي هو تخصص التدبير المنزلي. وكانت نظيرة نيكولا واحدة من ضمن 14 بنت تم اختيارهم من كلية التدبير المنزلي علشان يستكملوا دراستهم بجامعة كلوستر بإنجلترا لمدة 3 سنين. لما رجعت نظيرة نيكولا من البعثة اشتغلت في مدرسة السنية للبنات كمدرسة لمادة التدبير المنزلي، واللي كانوا بيسموها وقتها الثقافة النسوية. وكانت بتحس تلاميذها دايما على حب المطبخ وتزيين السفرة، لأنها كانت بتعتبر إن الطهي فن زيه زي باقي الفنون. وفضلت تترقى لحد ما وصلت مفتشة عامة بوزارة التربية والتعليم. وفي الوقت اللي سافرت فيه نظيرة لإنجلترا ما كانش من السهل إن الأهل يتقبلوا فكرة سفر بنتهم لاستكمال دراستها، إلا إن تميز نظيرة العلمي والخلقي فرض الوضع الجديد على الجميع. في تلاتينيات القرن الماضي جمعتها علاقة صداقة بالسيدة بهية عثمان، واللي اتخرجت في كلية باردج هاوس في العاصمة البريطانية لندن، وبرضه كانت مفتشة عامة في وزارة المعارف. في أربعينيات القرن الماضي حصلت نظيرة في الوسط التعليمي على صيت عالي، وفي نفس الوقت أعلنت وزارة المعارف عن مسابقة لتأليف كتاب في الطهي لاعتماده كمنهج دراسي للبنات. وبالفعل نالت الفكرة إعجاب نظيرة، وبدأت هي وصديقتها بهية عثمان في تأليف كتاب عن أصول الطهي وتقديمه للمسابقة. وقدروا إنهم يعملوا كتاب كبير سموه أصول الطهي مكون من 800 صفحة، وفاز الكتاب بالجايزة. لكنه ما كانش بيهتم بوصفات الأكل بس، لكن اهتم بالمطبخ والتزيين وتزيين السفرة، وكمان كان في نصايح كتير جدا لربات البيوت. المطبخ الكبير الزيادة عن اللزوم تعمه الفوضى سريعا. لابد أن يكون مطبخ البيت في جهة بحرية حتى يكون متجدد الهواء. مهما كانت إمكانياتك لابد أن تكون ألوان الطعام على المائدة متباينة. أدوات المرأة إناء ونار. تخلي عن التعقيد في أدوات المطبخ، وإن كان ثمة شيء أهم من الإناء والنار في المطبخ فهي ساعة الحائط. 12 كتاب أبلة نظيرة بشكل كبير جدا، كونه أول كتاب عربي بيتكلم عن أصول الطهي، وأصبح الكتاب تجاريا أكبر من إنه تعليما للفتيات في المدارس. فتوقفت وزارة المعارف عن تدريس الكتاب للطالبات في المدارس، ووصل طبعاته ل 12 طبعة، وبتقوم بتطويره في كل نسخة. يعني على سبيل المثال كانت بتستخدم مكيال الرطل في وصفاتها، ولأنه كان بيستخدم في مصر وانجلترا في الوقت ده. ومع مرور الوقت ومع تطوير الكتاب بقت بتستخدم الجرامات، وبدأت تدخل المكونات الجديدة اللي تلائم سفرة كل بيت مصري. أبلة نظيرة قدمت فقرة ثابتة في الراديو مع الإعلامية صفية المهندس، وعلى الرغم من اقترابها من المعاش إلا أنها انتقلت من التقديم الإذاعي إلى الكتابة، وأصبح ليها رسالة دورية بتحتويها مجلة حواء. كل الأبواب دي فتحت ليها مجال أوسع لتأليف مزيد من الأجزاء للكتاب الأشهر في عالم الطبخ، كتاب أبلة نظيرة.
حزنت أبلة نظيرة بعد سخرية سمير غانم من كتابها في مسرحية المتزوجون. توفت نظيرة نيكولا في سنة 1992 بعد عمر 90 سنة، وتركت موسوعة في عالم الطب. بس كده، ودي كانت حكايتنا النهاردة من على المصطبة. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لنا لايك وشير، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو انت على الفيسبوك ياريت تعمل لنا متابعة للصفحة. سلام.